يعني الحاجه الوحيده اللي مصبراني على اداء الاهلي في الماتش ده، واداء كوكا، واداء طاهر محمد طاهر، واداء خط الدفاع بتاعنا كله، ان انا متاكد ان دي تكفير ذنوب. والله يعني انا متاكد ان اللي بيحصل لي ده ان شاء الله يعني في الاخر هيكفر عن ذنوبنا. يعني اللي بيحصل يا جماعه في الملعب ده حاجه غريبه. يعني حاجه لا يمكن اصلا السكوت عليها. يعني ما ينفعش ان انا العب بطاهر محمد طاهر، والعب بكوكا، والعب بخط دفاع اصلا كنا هنشيل طين في ماتش برشلونه في الشوط الاولاني. وما ينفعش اجيب كميه الصفقات اللي انا جايبها ده واقعدها جنب على الدكه عشان العب الناس دي اللي انا خسرت اصلا. يعني انا خسرت بالناس دي كل بطولات السنه اللي فاتت. البطولات السنه اللي فاتت انا خسرتها بنفس الاشكال دي، ازاي ابدا بيها موسم اصلا؟ يعني حد بس يعني فهموني ابدا بالناس دي ليه؟ هو العقل والمنطق بيقول ايه؟ اللي خسرت بيه ما العبش بيه بقى. وانا جبت صفقات، عاوز اغير، عاوز العب ناس، عاوز اجيب. وبعدين انت بتلعب لي زيزو في نص الملعب ليه؟ هي افتكاسه يعني؟ ما زيزو ده طول عمره بيلعب جناح من يوم ما احنا عرفناه وهو بيلعب جناح. انت جاي من هتلعبه نص ملعب ليه؟ هيعمل ايه في نص الملعب زيزو؟ احنا نص الملعب دلوقتي بتاعنا ناقص كوكا، مروان لوحده اللي بيلعب، ناقص كوكا وناقص زيزو عشان يربط الناس ببعضها. وبعدين ايه الفكره ان اصلا طاهر محمد طاهر اللي هو في الاصل جناح مش عارف يلعب اصلا جناح، اقوم نقله في العمق بقى؟ ما شاء الله كده انا عملت الدنيا كلها يعني. الله. مش انا بصراحه مش فاهم، يعني مش فاهم ايه الاداء، ايه التشكيله، ايه التوليفه، ايه الدنيا اللي بتلخبط دي.